برشلونة يوسع الفارق في الصدارة بنقاط ريال مايوركا. وسع فريق برشلونة الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 7 نقاط مؤقتا، مع الغريم التقليدي ريال مدريد بنقاط الفوز على ريال مايوركا مساء الثلاثاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. بدأ الفريق الكتالوني المباراة بالضغط على ريال مايوركا بهدف التقدم مبكرا، وكثف هجماته على مرمى الضيوف ليصل عدد التسديدات في أول شوط إلى أكثر من 20 تصويبة دون أن ينجح في هز الشباك. مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم تنتهي بفوز البارسا بهدف دون رد، وهز ريال مايوركا شباك برشلونة في الرمق الأخير من الشوط الأول، لكن الحكم ميغيل أنخيل أرياس ألغى الهدف بسبب وجود حالة تسلل، لتنتهي أول فترة كما بدأت بلا أهداف. وعقب الاستراحة قرر برشلونة فعلته ودخل الشوط الثاني بقوة، وهذه المرة نجح في سعيه بعدما تمكن داني أولمو من وضع اسمه على لوح النتيجة بهدف في الثواني الأولى بعد صافرة بداية الفترة الثانية، بتسديدة دقيقة بعد تمرير من زميله إيريك غارسيا. وسنحت الفرصة للامين يامال لمضاعفة النتيجة بعدما انفرد بالحارس في الثلث الأخير من الشوط الثاني، لكن الإسباني أهدرها بتسديدة الكرة في جسد حارس مايوركا. وفي ضوء النتيجة يرفع البارسا رصيده للنقطة 76 في الصدارة، بينما توقف رصيد مايوركا عند 44 نقطة في المرتبة 7 بالجدول.